السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة بإذن ربنا هنعمل حاجة كده عظمة، تورتاية سهلة وبسيطة وكمان بصورة زي ما انتوا شايفين، مش مكلفة خالص بإذن ربنا، وهتعمليها أحلى من الجاهزة 100 مرة. سمكها عالي زي ما انتوا شايفين، وتقدري تعلي أكتر من كده وتقللي أكتر من كده. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة من غير دقيق سبونج ومن غير تكلفة خالص بإذن ربنا. طبعا تكلفتها بره اسألي عليها، انتي عمرك ما هتعملي حتى بنصها. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير. اول حاجة هنبدأ ان احنا نجيب الصاج معانا، وابدأ اديله دهنة زيت، واحط ورق الزبدة. اول حاجة ان احنا يعني نجهز حاجتنا الاول. جهزنا كده الصاج ونبدأ ان احنا نركنه، ونبدأ بقى في المقادير معانا على طول. اول حاجة انا هبدأ بيها، اجيب كوبايتين من الدقيق، ربع كوباية من الكاكاو الخام، وذرة ملح، وكيس بيكنج باودر، وربع معلقة من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. هنبدأ ننخلها مرة واتنين وتلاتة، وهو ده الفرق بين الدقيق العادي والدقيق الاسبونج. دي الاسبونج غالي وانتوا عارفين كده. هننخلها مرة واتنين زي ما انتوا شايفين. طبعا لو اول مرة بتشوفوا قناتي، يا ريت ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بعمله، واعملوا شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من حبايبنا. بعد كده هنبدأ نجيب بولة ونجيب فيها بيضتين، ومعايا كوباية من السكر ومعلقة خل ومعلقة فانيليا، وهبدأ ان انا اضربهم بالمضرب الكهربائي، لو مفيش عادي جدا بالمضرب اليدوي. ابدأ اضرب فيهم لحد ما لونهم يتغير تماما. زي ما انتوا شايفين كده اللون بقى فاتح، وكمان القوام تقل معايا شوية. بعد كده بقى هبدأ اخد بالكوباية كده بالراحة من المعيار بتاع دي اللي انا لسه نخلاه طبعا مرتين وتلاتة، وابدأ ان انا اضرب بالمضرب. اول ما احس ان هو بدأ يتقل معايا، هبدأ اشيل المضرب ده واجيب مضرب يدوي واشتغل بالمضرب العادي، وهضيف لحد ما اخلص الكمية كلها. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اشتغل بالمضرب اليدوي. طبعا القوام بيتقل، ما تقلقيش خالص، ده العادي. شايفين تقل ازاي؟ هبدأ اجيب بقى ربع كوباية، نص كوباية من الزيت، وعليها كوباية كاملة من المية السخنة، مية سخنة بتغلي. وهبدأ ازود بالراحة كده واحدة واحدة، واقلب لحد ما احصل على قوام يعني الى حد ما قريب من الكريب. المية السخنة مع الزيت حكاية بجد، هيطلع لكم كيكة هشة يعني احلى من الاسبونج 100 مرة. جربوها وانا متأكدة انها تعجبكم ان شاء الله. هقلب زي ما انتوا شايفين كده، واول ما احس ان خلاص القوام كله اتخلط مع بعضيه، كل الخليط تتجانس مع بعضه، خلاص هبدأ ان انا افصل، مش هقلب كتير. بعد كده جبت الصاج وهبدأ ان انا افضي فيه الخليط معايا. طبعا الفرن شغال مسبق على درجة حرارة 180. الكيك ده احسن حاجة ان هو ما يقعدش معاكي وقت كبير في الفرن، بيقعد من 10 ل 15 دقيقة بالكتير جدا، يعني ممكن 10 12 13 دقيقة بالكتير. زي ما انتوا شايفين طالع في منتهى الجمال. طبعا ببدأ ان انا احط عليه ورق الزبدة تاني علشان الوش بتاعها كمان يبقى سهل معايا في التقشير، يعني لو ما طلعش معايا بسكينة هو بيطلع اصلا في ورق الزبدة. وببدأ اقلبه زي ما انتوا شايفين، وابدأ اشيل الطبقة اللي تحت واسيبه بقى ويبرد تماما، يعني غطيه كده وسيبيه، ولو اشتغلتي فيه قبلها بيوم مفيش اي مشكلة. طبعا انا كنت مستعجلة وعاملاه في نفس اليوم. هبدأ بقى اعمل معاكم الفانيليا. 3 كوبايات من الدقيق، معاهم معلقة من البيكنج باودر، رشة ملح، رشة كربونات، زي ما اتفقنا في المقادير الاولانية بالظبط، بس احنا دلوقتي بنشيل الكاكاو. هنخلهم مرة واتنين زي ما احنا متفقين. هجيب بيضتين، معلقة خل، معلقة كوباية سكر، ورشة فانيليا، وهبدأ برضو ان انا اضربهم بالمضرب. ضربتهم كويس جدا لحد ما لونهم اتغير تماما معايا كده.
طبعا كل ما تضربي اكتر كل ما تديكي قوام احلى ولون افتح. بدأت احط نص كوباية من الزيت وضربت تاني. هبدأ بقى ان انا اجيب المكونات معايا واحط واقلب، واول ما احس ان القوام بدأ يتقل بجيب معايا كوباية من اللبن الدافي، دافي الى حد ما يعني مش بيغلي، ان انا احط صباعي فيه الاقي صباعي يستحمله تمام. هبدأ احط شوية من الدقيق شوية من اللبن وهكذا لحد ما كل المكونات تختفي تماما. يعني اول ما الدقيق يختفي ابدأ احط شوية لبن، واول ما اللبن يختفي ابدأ احط شوية دقيق لحد ما اخلصها كلها. طبعا حطيتها برضو في صاج وفي نفس النظام اللي انا عملت فيه الاولانية. حطيت برضو ورق زبدة ودهنة زيت بسيطة ودخلتها الفرن. دلوقتي بقى بعد ما بردت تماما بدأت ان انا اقشر الوش زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بسقيها، ده لبن وكاكاو، وبسقيها كويس جدا. وبعد كده عملت الكريمة عادية جدا، وبعد كده هحط بقى الطبقات. طبعا الفانيليا بسقيها بمية بسكر بس، وتقدري تسقيها بمية بلبن. وهنا عملنا الكريمة كمان اللي بالشوكولاتة، والناحية التانية عملنا كريمة قسمتها يعني حطيت هنا وهنا. حطي طبقة الكريمة زي ما تحبي عايزة، يعني هو الأحسن ان انتي توسطني ايدك يعني علشان يبقوا الاتنين قد بعض، ما تخليش واحدة عالية وواحدة واطية، الاتنين في سوا بعض كده زي ما انتوا شايفين. بسويها كويس جدا، وبعد كده حطيتها بقى في التلاجة سبتها ساعتين كده ارتاحت. وبعد كده جبت بقى السكريبر ده اللي الشكل ده وعملته. تقدري برضو لو مش حباه ممكن تسيبيها عادي كويس زي ما هي. مشيتها كده على الجناب تدي الشكل المموج ده تحفة. بعد كده بقى اعملي وردات، اعملي اللي تحبيه، زيني زي ما انتي بتحبيه. انا زينت على الفانيلا زي ما انتوا شايفين كده، وعلى الشوكولاته برضو، وحطيت صوص شوكولاته كده على الجناب بتاعتها كلها داير ما يدور. مستنيه تعليقاتكم وتقولوا لي رايكم ايه، وكمان لو جربتوا طريقتي يا ريت تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. طبعا هنبدا نقطع الفاكهه اللي متوفره عندك مفيش مشكله. انا قطعت تفاح وكيوي وفراوله، رصي زي ما تحبي برضو. الفاكهه المتوفره في الموسم اللي معاكي تمام اشتغلي عادي. قطعت طبعا تفاح اشكال زي ما انتوا شايفين كده، وكيوي برضو بدات احط في الجناب في الاركان كده عشان تدي شكل حلو. وكمان اتبقت حته كده حبيت ان انا ما كترش اكتر من كده فواكه علشان حسيت ان هي كتير جدا. بدات احط فيها صوص فراوله. جبت جيلي الملمع ده وبدات ان انا احط معلقتين كده عليهم معلقه ميه بسيطه وبالفرشه، وبدات ان انا ادهن كل الفواكه معايا علشان يحافظ على لونها وكمان يديها لمعه حلوه زي ما انتوا شايفين. كده خلصت، وبدات احط الصوره زي ما انتوا شايفين. تقدري تطبعي الصوره دي في اي مطبعه، بجد حكاية كان طعمها تحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو.